اهلا بيكم في قناة موفي كينج. ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الملخصات الجديدة. فيلمنا بيبدأ سنة 2009 بالدكتور أليس كريبن، وهي في لقاء تلفزيوني بتتكلم فيه عن آخر نتائج أبحاثها واختباراتها، وإزاي هي قدرت تحور فيروسات كتير زي الحصبة علشان تعالج مرض زي الكانسر، وقدرت تعالج 10,000 شخص، وبكده مش هيبقى في أي مرض تاني في العالم. وبعد 3 سنين في 2012 بنشوف إن العالم كله فاضي، مفيش فيه صريخ ابن يومين، ومفيش غير الحيوانات اللي ماشية في الشوارع بسبب التجارب دي. لكن بنشوف دكتور روبرت وكلبته سام وهم في مدينة نيويورك وراكبين العربية وبيطاردوا قطيع من الغزلان علشان يصطادوا واحدة، بس بيلاقوا أسد بيصطادها، ولما روبرت بيلاقي الليل قرب بيرجع بسرعة للبيت، ولما الشمس بتغرب بيقفل كويس جدا وبيقعد هو وكلبته في البانيو وهم سامعين أصوات غريبة بره. وبعد شوية بيروح في النوم وبيفتكر لما تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب انتشار فيروس مميت في المدينة بيحول الناس لمتحولين شبه مصاصين الدماء. فبيروح لمراته وبنته علشان يهربهم، وبيطلب من مراته تجمع أكل كتير وفلوس ويروحوا البيت المزرعة بتاعتهم، وهو هيجيلهم على هناك وبيقول لمراته انه واثق انه هيقدر يعمل علاج للفيروس ده ويساعد الناس قبل ما يحصل اي حاجه. وبيسمعوا في الراديو ان اعلان حاله الطوارئ بقى في معظم البلد بسبب انتشار فيروس ملوش علاج، وفجاه بيخبط مصاب في العربيه. وساعتها بيصحى روبرت من النوم وبينزل للمعمل علشان يكمل ابحاثه عن علاج للفيروس. وبيكون روبرت مجرب العلاج على الفئران المتحوله، وكل فار بمصل مختلف، وبيلاحظ ان كل الفئران ما استجابتش للعلاج ما عدا فار واحد بدا يقبل العلاج، وده بيديله امل انه ينقذ البشريه. وبيقرر انه لازم يجرب العلاج على انسان مصاب، وبيطلع هو وسام بره البيت علشان يجيب فيلم للسهره، وبيكون حاطط المانيكان في المحل وبيكلمهم علشان ما يحسش انه لوحده. وبعدها بيروح المطار علشان يبعت رسائل عن طريق ترددات الراديو يمكن حد يسمعه، وبيروح للمينا يمكن يكون حد جه. وبعد ما بيتاكد ان مفيش اي حد بيروح يدور هو وسام على اي اكل، وبيدخلوا البيوت المهجوره، وبعدها بيشوفوا غزاله فبيطاردوها، وبتجري سام وراها وبتدخل لمبنى ضلمه. فبيحاول روبرت انه يمنعها بس بيدخل وراها علشان يلحقها وبيمشي بالراحه، وبيلاقي اثار دمه بيكون دم الغزاله، وبيوجه الكشاف بتاعه مكان الضلمه، فبيطلع مليان متحولين، فبيرجع بظهره بالراحه علشان ما يحسوش بيه، وبيكمل تدور على سام لغايه ما بيلاقيها مستخبيه وخايفه تطلع وبتبص على حد ورا روبرت. فبيبص روبرت وبيلاقي متحول بيهجم عليه فبيضربه بالنار، وبيحاول روبرت يهرب بسرعه مع سام قبل ما المتحولين يلحقوهم، وبينط روبرت بره المبنى بسرعه وفي واحد بيلحقه، بس اول ما الشمس بتيجي عليه بيتحرق وبيموت. وبعدها بيقرر روبرت انه يخطف متحول من المكان ده علشان يعمل عليه تجاربه، وبيعمل فخ وفعلا بيقدر يصطاد متحوله، بس بيسمع صوت عالي جدا وبيشوف واحد متحول بيحاول يطلع من المبنى علشان ينقذها ووشه بيتحرق فما بيعرفش يطلع. وبيرجع روبرت للبيت وبينزل المعمل بالمتحوله اللي خطفها، وبيحقنها بمسكن اقوى من العادي ب6 مرات، وبيستخدم المصل اللي عمله عليها بس هي بتتشنج على طول، وضربات قلبها وتنفسها بيقلوا بسرعه، فبيصاب بالاحباط لان المصل اللي افتكره هينجح فشل. وبيروح يسجل اخر اللي وصل له في موضوع العلاج، وبيقول انه للاسف فشل في ايجاد علاج للفيروس ده بعد حوالي 1000 ليله وليله. بس النهارده لاحظ حاجه غريبه جدا، وهي ان في متحول عرض نفسه للشمس علشان ينقذ المتحوله اللي خطفها، وباين كده ان عنده مشاعر انسانيه اتجاهها، وبيوعد نفسه انه هيكمل في التجارب بتاعته لحد ما ينجح او يموت في الاخر. وبيقعد يفتكر لما وصل هو ومراته وبنته للمينا، وبيلاقي ان الجيش بيكشف على اي حد بيحاول يعدي للمينا، وبيشوف ناس بتدمع دم وان الفيروس بدا ينتقل في الهواء. وبيوصل للطياره وبيطلب من مراته وبنته يسبقوه وهو هيجي وراهم، فبتديله بنته كلبتها سام علشان ما يفضلش لوحده. ولما بيصحى من نومه بيخرج للمينا زي كل يوم وبيبعت اشارات يمكن حد يوصل له. وبعدها بيروح لمحل الافلام وبيلاقي ان في مانيكان بره المحل، فبيتصدم وبيكون مش فاهم هو اتحرك ازاي، فبيتعصب وبيضرب نار على المانيكان، ولما بيقرب منه بيقع في فخ زي اللي كان عامله، ودماغه بتخبط في الارض وبيغمى عليه، وما بيفوقش غير قبل الغروب بحاجه بسيطه، فبيقطع الحبل بالسكينه اللي بتقع منه، فبيقع هو فوق السكينه وبتدخل في رجله. وبيلاقي ان في كلاب متحوله بتقرب عليه ومستنيين بس الشمس تغرب تماما علشان يهجموا عليه، فبيزحف روبرت بسرعه للعربيه، واول ما الشمس بتغرب بيهجموا عليه، بس سام بتضحي بنفسها وبتوقفهم، وبيقدر روبرت يوصل لسلاحه وبيقتل الكلاب، وبياخد سام للبيت وبيحقنها بالمصل يمكن تنجو، بس بيلاقيها بدأت تتحول فبيعيط عليها وهو بيخنقها بإيده علشان تموت، وبيكون زعلان جدا ان صديقته الوحيده في الفراغ ده ماتت، وبيدفنها تاني يوم وبيروح للمينا وبيستنى اي حد يسمع الاشاره، ولما محدش بيوصل بيستسلم لموته. واول ما بتغرب الشمس بيركب عربيته وبيدوس على المتحولين علشان ينتقم منهم، بس المتحولين بيحاولوا يقلبوا العربيه وبيهجم عليه المتحول اللي وشه اتحرق قبل كده، وبيقدر يقلب العربيه بروبرت، وقبل ما يمسكه بتوصل واحده وبتشغل عليهم ضوء قوي جدا فبيهربوا كلهم، وبتساله الست دي على بيته فبيقول لها عليه، وبيطلب منها تتأكد ان مفيش حد ماشي وراهم علشان المتحولين ما يعرفوش مكانهم، وبعدها بيغمى عليه وبيفتكر لما ساب مراته وبنته في الطيارة، بس للأسف الجيش بيفجر اي طريق للمينا،
فبيتعصب الناس وبتتعلق في اي طياره قدامهم، فبيختل توازن طياره وبتخبط في الطياره التانيه اللي كان عليها مراته وبنته وبتنفجر وبيموتوا قدام عينه. وبيصحى روبرت وبيلاقي الجرح متخيط، فبياخد سلاحه وبينزل للمطبخ وبيلاقي واحده اسمها انا وابنها ايثن بيعملوا اكل، وبتقول له انها خيطت له الجرح وادته من المسكن بتاعه، وبتعرفه انها سمعت رسايله في الراديو واستنته كذا مره بس هو ما جاش، وانهم رايحين لمركز الناجيين وده مكان امن جدا. فبيتعصب روبرت عليها وبيقول لها انها اتجننت وان مفيش اي مركز للناجيين وان مفيش اي حد نجا اصلا. وبعد ما بيهدى بيتاسف لهم وبيطلع لاوضته علشان يرتاح شويه، وبعدها بينزل وبيهزر مع ايثن وبيصالحه وبيشكر انا علشان ساعدته. فبتعرفوا انهم هيروحوا للمركز تاني يوم بدري علشان يوصلوا قبل الليل، وبتقترح يروح معاهم، لكن روبرت بيرفض انه يروح معاها وبيقول لها انه مش هيمشي الا لما يوصل لعلاج للفيروس ده. وبتجيله فكره انه يقلل من درجه حراره المتحوله يمكن تتقبل العلاج والفيروس ينتهي، وبيبدا فعلا يطبق فكرته وبتحاول انها تقنعه تاني يمكن يروح معاهم، لكن هو بيرفض برضه وبيقول لها ان مفيش اي مركز، وبيقول لها ان الفيروس قتل 90% من سكان الارض، وان 1% بس من البشر اللي عندهم مناعه من الفيروس ما يعرفش سببها، و12 مليون بس حاولوا ينجوا بحياتهم خلال الثلاث سنين اللي فاتوا دول، مقابل 5 مليون متحول تقريبا عاوزين يخلصوا عليهم. وعشان كده لا يمكن يكون في اي مركز للناجيين ومتجمعين في مكان واحد. وفجاه بيسمع صوت المتحولين بيحاولوا يدخلوا البيت، فبيعرف انهم مشوا ورا انا لغايه ما عرفوا بيته، فبيقفل البيت بسرعه وبيشغل الكشافات العملاقه علشان يبعدهم عن بيته، بس ما كانش فيه فايده وبيدمروها كلها. فبيفجر كل القنابل اللي كان زرعها حوالين البيت علشان يمنعهم يتحركوا. لما بيطلع لأنا بيلاقي شباك مكسور وعليه دم، وفجأة بيهجم عليه متحول وبيعضه، وما بيقدرش روبرت يهرب منه إلا بالعافية وبيقتله. وبعدها بيدور على أنا وإيثن وبيلاقيهم مستخبيين تحت المكتب، وفي متحول بيدور عليهم وبيعمل فتحة في السقف، فبيقرر روبرت إنه يقتله قبل ما يعمل لهم حاجة. وبيبص بره وبيلاقي متحولين كتير جدا، ومنهم المتحول اللي قرفه في عيشته وعاوز المتحول اللي خطفها، وبيهجموا كلهم على البيت وبيدخلوا من السقف. فبيهرب روبرت وأنا وابنها للمعمل، وبيكتشف روبرت إن المتحولة استجابت للعلاج وبدأت تتحسن، وبيفرح ان التجربة نجحت. بس للأسف بيوصل المتحولين للمعمل، فبيقفل روبرت الإزاز المقوى علشان يحميهم من المتحولين، وبيحاول روبرت يقول للمتحولين انه هيقدر يعالجهم، لكن محدش منهم بيهتم بكلامه. وبيحاول المتحول المحروق انه يكسر الإزاز، فبيقرر روبرت انه يضحي بنفسه علشان البشرية تكمل، وبياخد عينة من دم المتحولة علشان فيه العلاج، وبيديه لأنا وبيخبيها هي وابنها في مكان أمان، وبيطلع صورة بنته ومراته وبيفضل باصص لهم شوية وبعدها بيودعهم، وبياخد قنبلة يدوية. وأول ما المتحول بيكسر الإزاز بينط عليه روبرت وبيفجر نفسه فيهم كلهم. وبعد شوية بتطلع أنا وإيثن وبتتحرك للعربية وبيروحوا مع بعض المركز الناجيين، وبتديهم العينة وبيبدأوا في التجارب وبينجحوا إنهم يلاقوا العلاج اللي ضحى روبرت بنفسه علشانه. ودي كانت النهاية الأولى للفيلم واللي ما عجبتش أي حد تقريبا، فقرروا إنهم يعملوا نهاية تانية أحسن منها بكتير، وهي إن قبل ما المتحول يكسر الباب بيقرر روبرت انه يفصل الاجهزه عن المتحوله وبيفوقها وبيطلعها للمتحولين، فبياخدها المتحول المحروق وبياخد كل المتحولين وبيمشي. وبيتحرك روبرت مع أنا وإيثن لمركز الناجيين على امل فعلا ان يكون في ناس كتير لسه عايشين، وبيوصلوا اخيرا للمركز بالمصل اللي عمله روبرت علشان يعالجوا المصابين. وفي نهايه ثالثه خالص هي الاحسن بالنسبه لي، وهي نهايه الروايه، وهي ان المتحولين اتطوروا جدا وبداوا يعالجوا نفسهم وقبضوا على روبرت علشان يخلصوا من اي بقايا للبشريه القديمه. فبيقول روبرت لنفسه ان هيكون بالنسبه للجيل الجديد مجرد خرافه مش اكتر، بس في الحقيقه انه اسطوره وفي الاخر بينتحر قبل ما يقتلوه. ودي كانت نهايه فيلم النهارده، وان شاء الله نتقابل مع ملخص جديد. وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الملخصات الجديده.